سليمان هاي قبضتك والله ما جاي بشنطة طيب الليل. مسافر حتة مفاجأة. مفاجأة عديد. ما بتورينا لا يعني؟ ما بوريك الا نمشي هناك. راح سليمان ها؟ في المطار هنا. مطار وين يا مان؟ دي المين البري مدني يا مان وماشي اركب مسافر. يا زول ها؟ ده مطار عديل والله. يا زول ما شاء الله والله المينا ده مينا عالمي جدا والله. شاء الله. حاجة كده جميلة جدا والله. يا جن بيبسي اللي لقيته وين؟ يا زول ده بيبسي عجيب والله. اخر مرة شفت بيبسي هذا ما متذكر. جيت لقيته هنا في المينا والله. بس انت ما تقدر تورينا ماشي وين؟ والله انا ماشي وين اوريكم؟ خليها مفاجأة. سليمان ايوه الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا مان. وين الكلام ده؟ جوا توتيل جوا كسل. انا جوا كسل. دي المفاجأة يا جماعة انه انا جيت كسل يا جماعة. السلام عليكم، كيف يا جماعه؟ ان شاء الله كويسين. اللي يا جماعه سايكم رحله ظريفه جدا. معي صاحبي عبد الله يا جماعه. لقيته يا جماعه في السوق وتحركنا. قال لي اسلم انا اوديك توتيل واوديك اجمل مناظر في كسله. بس ماشي يا جماعه زي ما شايفين. طبعا كسله دي ما شاء الله مليانه بالمواتر يا جماعه، مواتر جد. وهنا يا جماعه نحن راكبين في الموتر. طبعا قلت اخذ معاه سيلفي كده عند عبد الله صاحبي يا جماعه. صوت ظريف جدا وكان والله يوم جميل جدا معه. بس يا جماعه نحن ماشيين على جبل توتيل يا جماعه. وهنا يا جماعه طبعا جينا مارين بالجبل يا جماعه. الجبل ده في اي مكان انت في كسل بتشوف الجبل. وهنا يا جماعه دخلنا على حي اسمه الختميه، من اعرق واقدم الاحياء في كسل يا جماعه. وحي قريب للجبل يا جماعه. الحي ده انت منه ممكن تشوف اي محل. زي ما شايفين يا جماعة المعلم الأثري القديم ده يا جماعة من أقدم المعالم الأثرية في كسلة، وهو ضريح السيد الحسن المرغني يا جماعة. حاجة جميلة جدا. شوفوا الجمال ده. هنا صاحبي عبد الله يا جماعة أكبر مرشد سياحي في كسل ده والله. المفروض يكون وزير السياحة يا جماعة. وحنواصل يا جماعة حنمشي الجبل. رايح عبد الله. هنا يا جماعة داخلين على بوابة جبل توتيل. البوابة ذاته يا جماعة عاملين فيها شكل مصب بتاع قهوة، يعني حاجة جميلة جدا. وهنا يا جماعة دخلنا. ما شاء الله ما شاء الله عبد الله مستمتع شديد بالرحلة. طبعا عبد الله قديم طبعا في كسلة، أنا بس جديد. يا سلام يا جماعة، والله العظيم أنا عرفت ليه الخواجات والدول البر دي دايرة تمسك السودان ده قاعد تخش فيه وده تستفيد منه. لأنه يا جماعة السودان ده فيه خيرات. هسه يا جماعة شايفين الجمال ده؟ ها؟ دي السياحة كلها هنا. هنا يا جماعة استراحة ظريفة كده بعد يعني التعب يا جماعة. طلعنا الجبل بمزاج. هسه نحن في الجبل فوق مع الأستاذ عبد الله. هنا زي ما شايفين يا جماعة، هنا ده الجبل، ده الجبل هنا شايفين، يعني منظر كده عجيب. اي زول طلع جبل توتيل ده انا ما ظنيت ينزل. بينزل عبد الله؟ والله بس احنا صابنا بالبلد دي. صابنا فوق كده بس. قاعدين ايوه قاعدين فوق. اي فوق يا زول ده جمال عجيب. عليك الله. شوفوا الجمال ده. وزي ما شايفين يا جماعة جمال توتيل وروعة توتيل. أنا عرفت ليه النازل غنوا ليه توتيل. طبعا يا جماعة قلت لصاحبي عبد الله صورني نظام أنا ما شايف. أنا هنا عملت فرحي ما شايف. هاي نظام ما شايفه. أيوة نظام مقبل من الكاميرا بعيد يا زول. وضل يعني في وشي قلت عيل، لكن تاني كسرت الحنك. الله نورت البلد دي ومبسوطين بيك شديد. حبيبي والله كسلة منورة بأهلها الطيبين. وكسلة يعني والله الواحد يا داب كده حس إنه يتنفس والله العظيم. عندنا لك مفاجآت. من ضمن المفاجآت دي اديني بس فاجئني. يا سلام يا سلام. دي زلابية بالنوتيلا. ايوه زلابية بالنوتيلا. يا سلام. انت محلك ده وين؟ جنب وسط المدينة، البوابة الشرقية لوسط المدينة، اسمه زلابية ميكس. زلابية ميكس. أيوه. يعني الزلابية كلها تخلطها سوا كده وبتاع. ايوه. يا سلام يا الناس كلها عليك الله تمشي لعبد الله صاحبي ده يا جماعة. زلابية ميكس زول مجتهد جدا وياهو زي ما شايفين يعني. الناس تمشي يا جماعة زلابية ميكس وكلكم تكونوا ميكس. وهنا يا جماعة الشاب الظريف ده يا جماعة جاب لي الجبنة يا جماعة. وناس كسرين ناس طيبين يعني. حتى التقديم بتاع الجبنة وقدموا لك بحب يا جماعة. هنا يا جماعة جاب لي الجبنة بمزاج يا زول. جبنة جميلة ومع جبل توتيل. والله يا جماعة ده حلم حياتي عديل يتحقق. جبنة مع الجبل يا جماعة. جبنة أجمل جبنة فيك يا جبل توتيل يا جماعة. آخر قهوة فوق تطلع على يدك الشمال
طوالي. يا سلام يا جبنة عجيبة جدا. اها لقيت البلد دي كيف؟ يا زول جبل توتيل ده ما في كلام عديد اقسم بالله يا جماعة. جبرتنا الجبنة عجيبة كله عجيب. يا سلام يا بخورة. ويا جماعة ده كان الفيديو بتاعنا من جبل توتيل مع اخوي جميل عبد الله، ومحله ما تنسوه اسمه شنو؟ اسمه زلابيا ميكس. زلابيا ميكس يا جماعة. في شنو؟ جنب منتزه وسط المدينة يا جماعة. الناس كلها تجيو لحد ما تلاقي فيديو ثاني. وضحتكم الله يا